كونوا قدوة كما كان أوائلنا. ماذا فعل الأوائل؟ لقد ذهب تجار من هذه الجزيرة إلى شرق آسيا، تجار ليس فيهم علماء وليس فيهم عسكر وليس لديهم جيش، قوتهم كانت الأخلاق والقيم والأمانة والصدق مع الناس، فسألوا عن دينهم ودرسوا دينهم ودخلوا في دينهم الإسلام. هذه القدوة، هذه القدوة التي نريدها اليوم لنا ولأبنائنا وللمسلمين أجمعين، أن نكون قدوة بأخلاقنا وبقيمنا وبصدقنا وبأمانتنا وبحسن معاملتنا مع الناس، ليس بظلم داعش ولا بفسوق القاعدة ولا غيرهم من هذه أو حزب الله حزب الشيطان أو غيرهم من هذه الأمور. نحن أحق بالقدوة من غيرنا، وقد كرمنا الله سبحانه وتعالى بجوار بيته العظيم، وشرفنا بأن نكون من يستقبل ضيوفه، ضيوف الرحمن في الحج والعمرة. فأصبحت لدينا رسالة وعلى عاتقنا أمانة يجب أن نؤديها. ولقد تنحنح مدير الجلسة، وقبل أن أنهي أقول في كلمتي أن الله سبحانه وتعالى وفقنا ووفقكم للإسلام، فلنتمسك به. واسمحوا لي أن أذكر عناصر القدوة التي تخيلتها. وعناصر القدوة في المجتمع هم 4: الأب في منزله، والأستاذ في مدرسته، والخطيب في مسجده، والمسؤول في إدارته. هؤلاء هم العناصر. لو صلح ال4 صلح المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.